صباح الخير. بقالي كتير قوي ما عملتش فلوج، بقالي كتير قوي ما قعدتش كده ورغيت معاكم، بس فلوج النهارده هيبقى مختلف. فلوج النهارده رياضي بحت تماما، مش هنعمل حاجه غير تمرين ورياضه ورياضه وتمرين. المفروض ان شهر 10 بدأ خلاص. السنه دي بتاعت 2024 بالنسبه لي في التمرين كانت غريبة، بجد غريبة. يعني من بعد ما عدى أول 3-4 شهور، أول 3 شهور بالظبط من السنة، التمرين بالنسبة لي كان غريب. ستيل بتمرن بس في حاجة مش طبيعية. أنا حاسة إن أنا مش بدي الكفاءة بتاعتي كاملة في التمرين، حاسة إن في حاجة مش مظبوطة، ولغاية دلوقتي أنا حاسة إن في حاجة مش مظبوطة. بتمرن عادي، يعني أنا ما فيش ولا أسبوع عدى عليا ما اتمرنش فيه، لا الحمد لله بتمرن و4 مرات أو 3 مرات، ساعات بيبقى أقل من كده بصراحة. بس في حاجة مش طبيعية، أنا حاسة إن أنا مش بدي كفاءتي كلها في التمرين، أو حاسة إن أنا مقصرة. فشهر 10 بدأ، فقلت لا خلاص السنة بتروح مني، أنا لازم ألحق السنة بأي شكل، أنا لازم أرجع أهتم تاني بالتمرين. التمرين طول عمره كان من أولوياتي، يعني بجد هو مش من أولوياتي، هو أول أولوية عندي في حياتي. أنا بحب التمرين، أنا فاكرة أنا قبل كده سبت شغلي بسبب إن أنا ما كنتش بتمرن، فاهمين؟ فالتمرين بالنسبة لي حاجة مهمة أوي. ففكرة إن أنا ما أتمرنش أو أحس إن أنا مقصرة في التمرين دي بالنسبة لي مش سهلة، بجد دي بالنسبة لي مش سهلة. فقلت إيه، أنا هعمل إيه؟ هبدأ السلسلة بتاعة التمرين دي تمام معاكم، هشاركها معاكم هنا في اليوتيوب. أنا دايما بشارككم هناك التمرين بتاعي، بس المرة دي بقى هشارككم هنا في اليوتيوب التمرين بتاعي. هوريكم التمرين يعني بتمرن ازاي تمام. في نفس الوقت هبقى هعمل بصوتي كده على التمرين، احاول اشرح كل حاجة تمام، بس هحاول اوريكم الابس اند داون في التمرين. بمعنى انه مش دايما عشان انا مثلا بتمرن بقالي معرفش كام سنه، 13 14 كام سنه، مش معنى ان انا كده التمرين بالنسبه لي حاجه سهله، وانه يلا هقوم اتمرن دلوقتي، واني دايما متحفزه ان انا اتمرن وكل الكلام ده. لا مفيش كده خالص بجد. في اوقات بقوم اتمرن وانا مش طايقه نفسي اصلا، وفي اوقات تانية بسكيب للتمرين. فانا هحاول اشارك معاكم كل ده النهارده. انا مش متحفزه اكتر حاجه، لحد ما صحيه تعبانه كمان مش قادره، بس اوكي هنقوم نتمرن. المفروض ان انا عندي تمرينة رجل النهارده، فهشارككم تمرينة الرجل بتاعتي واوريكم هنعمل ايه وبس. فطبعا انا حد بيبتدي الجيرني بتاعته دي، احنا الاثنين هنشارك مع بعض، تشجعوني واشجعكم، واتمنى كمان انتوا تستفيدوا، لان الفيديوهات دي زمان هي اللي كانت بتفيدني وبتعرفني اكتر عن التمرين وكده، ان انا افهم اكتر التمرين لو حبيت ان انا اروح الجيم لوحدي او اتمرن او كده. انا مش عارفه الصوت هو كويس ولا لا. بص انا جبت المايك الجديد ده، فمش عارفه الصوت هو احسن حاجه ولا لا، ف خلينا نشوف. لو الصوت مش احسن حاجه قولوا لي، بس يعني هحاول ان شاء الله ان انا اظبط الصوت حتى في الايديت لو هو مش احسن حاجه. المهم الفيديوهات دي زي ما قلت لكم انها كانت بتشجعني زمان وبتخليني افهم التمرين اكتر، فانا هحاول افهمكم اكتر تمام. وزي ما قلت لكم عندنا رجل النهارده، فالمفروض ان انا بشرب النسكافيه تمام، ممكن اتفرج على حاجه سريعه وبعدين اقوم اجهز عشان نتمرن تمرينة رجل. هتكون قويه ولا لا مش عارفه، بس انا حاسه تعبانه، يعني انا شويه بصراحه النهارده تعبانه، بس ان شاء الله نتمرن تمرين رجل حلوه، وان شاء الله بقى استنوا تمرينات جديده الفتره الجايه كتير. انا بقول ان شاء الله كتير صح، انا بقول ان شاء الله اوكي وتمام كتير، انا عارفه انا اصلا من الناس اللي بتكرر الكلام كتير. المهم الفتره الجايه بقى تنزل تمرينات تانية ان شاء الله كتير، وما تستنوش تنوع كتير في التمرينات، عشان لو انتم متخيلين ان في تنوع كتير في التمرينات او ان انتم لازم تغيروا التمرين عشان بتزهقوا، فلا، لازم تكونوا مملين وتتعودوا ان التمرين ممل، وهتروحوا تتمرنوا كل مره نفس كل حاجه. بس كل فكره انتم ممكن تزودوا الوزن، تزودوا شده التمرين، تزودوا عدات مش اكتر، لكن تمرينات جديده ونخترع تمرينات خزعبليه لا مش موجود. بس في حاجه كمان، انا جبت اباجوره جديده، مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس انا جبت اباجوره جديده عشان انا بموت في الفايبس بتاعت الاباجورات والجو ده اوكي. فجبت اباجوره جديده، وفي حاجه كمان ابديت جديده عن حياتي، وشي قرر يبوظ بجد. وشي انا مش عارفه، بس انا حاسه ان انا ممكن ارجع اخد الايزو تاني. انا ما اتفقتش لسه مع الدكتور على كده، بس انا يعني لما كشفت اخر مره هي قالت لي لا مش مستاهل، بس هو الوضع ساء عن اخر مره كمان، فاعتقد ممكن اخد ايزو تريتينوين تاني، مش عارفه انا زهقت والله. المهم هشرب القهوه بتاعتي ونقوم نتمرن رجل مع بعض.
كنتش هتتضايق لو كنت سافرت؟ لا انا هتضايق لو ما جبتيش حاجه من هناك. لا ده كده كده. خلاص ماشي مفيش مشكلة. ناخد ايه؟ بس لو مثلا التمرين شدته قوية أو كده ممكن تزودي أكتر من دقيقة، دقيقة ونص أو دقيقتين معاك، بس لو قوي أوي يعني الوزن كان عالي عليك أوي. هو بقى عارف ان انت مسافره؟ تاريخ بيعيد نفسه. اوكي يلا بينا نجهز. هلبس ايه؟ هلبس التيشيرت ده. اوكي بحب البسه، بحس ان الابيض شكله حلو عليا. تمام. وهلبس تحته البادي ده الابيض ده طويل برضو. تمام. مع البنطلون الواسع ده. اسف انا ما عنديش بناطيل واسع كتير. تمام. عندي ليجنز اكتر، بس انا بحاول ان انا ما البسش ليجنز الفتره الاخيره دي، بلبس ده كتير. فهلبس ده وده، هجهز وبعدين نروح نتمرن. اوكي جهزت خلاص. اوكي ولبست الشراب وكل حاجه. بلبس شراب ابيض عشان لما بلبس الشراب الاسمر على ده بحس ان انا شبه رجل المعزه بالظبط. عارفين محمد هنيدي لما كان بيقول له زي دي؟ هو نفس الفكره، بحس ان انا كده. فجهزنا خلاص يلا هنروح نتمرن بقى. بس عايزه اوريكم حاجه في الاول قبل ما نروح نتمرن. ثانيه واحده عشان ده السلوك اللي انا همشي بيه الفتره الجايه. بصوا كده. اوكي شايفين دي؟ اوكي ده اي حد هيقول لي حاجه الفتره الجايه، سيام ما بتنزليش فيديوز ليه؟ مستعجلين عليا في اي حاجه؟ هقولكم بليز دونت راش مي عشان انا فيها اللي مكفيني. تمام. محدش يضغط عليا، محدش يقول لي اعمل حاجه. تمام. محدش يضغط عليا، محدش يستعجلني في حاجه خالص. باي. اوكي اول حاجه هبتدي بيها هي التسخين. هبتدي ان انا اسخن عضلاتي واسخن مفصل الحوض بتاعي والانكل وكل حاجه، او ههتم بمعنى اصح بالتسخين قوي. انا بسخن في حدود 10 دقايق كده او حاجه، لان اكتشفت ان انا لما بدي التسخين حقه ادائي في التمرين بيكون احسن بكتير. صدقوني يا جماعه، مش بس كمان الموضوع ان هو بيحميني بالاصابات كده الحمد لله، لا كمان بيخلي الاداء احسن بكتير. قبل كده ما كنتش بسخن كويس، بالذات في التمرينه بتاعه السكوات. انا من الاشخاص اللي ما بتعرفش تعمل ديب سكوات خالص، بس لما بدأت اهتم بالتسخين اكتر لقيتني بعرف اعمل ديب سكوات احسن. فنصيحة مني ليكو، اهتموا قوي بالتسخين واهتموا قوي بالمرونة بتاعت مفصل الحوض واهتموا بمرونة الانكل بتاعكم، لان ده هيساعدكم جدا ان انتوا تتمرنوا بأداء احسن وبشكل احسن، وخصوصا في تمارين الرجل او في اي تمارين عامة. خلاص خلصنا التسخين، هنبتدي بقى نعمل السيت اب بتاعنا. عشان اول تمرينه هبتدي بيها هي الهيب ثراست. اوكي التمرينه دي بحب ابتدي بيها عشان طاقتي بتكون لسه عاليه كده والدنيا فريش، فاحط كل الافورت بتاعي فيها. اول مجموعه هعملها هتكون اقل وزن خالص. هعتبر المجموعه دي اصلا كاول مجموعه تسخين، مش هعتبرها يعني كمجموعه فعليه وكده في العدات بتاعتي او في المجموعات بتاعتي. وبعد كده هبتدي اعمل العدات او المجموعات بتاعتي عادي. هعمل 5 مجموعات. اوكي اول مجموعه منها زي ما اتفقنا هتكون عادي مجرد تسخين، والاربع عدات اللي بعد كده هما العدات الفعليه.
شويه. تمام، هعمل لهم 10 عدات عادي جدا. تمام، او حسب القدره بتاعتي، مش لازم انتوا كمان تعملوا 10 عدات. بس انا بالنسبه للوزن اللي انا حاطاه مثلا اقدر اشيل اقصى حاجه 10 عدات، فهعمل 10 عدات. لو قدرتوا تعملوا اكتر من كده اوكي، على حسب ما انتوا قادرين عادي، مفيش مشكله. اهم حاجه ان انا هنا بركز ان الرجل بتاعتي زاويه 90. تمام، لان انا لو طلعت رجلي او كعب رجلي لقدام قوي ده هيخليني اشغل عضلات الرجل الخلفيه اكتر، ولو رجعته لورا قوي ده هيخليني اشغل الاماميه اكتر. فحاولوا تظبطوا الرجل بتاعتكم بحيث ان انتوا تقدروا تحسوا على قد ما تقدروا بعضلات الجلوتس بتاعتكم. كل واحد عامه على حسب طوله. انا ممكن عشان قصيره شويه ده المسافه اللي انا المفروض احط فيها رجلي عشان اقدر احس بالجلوتس اكتر. فكل واحد يكون الترمومتر بتاع نفسه ويشوف ايه المكان اللي هو المفروض يحط رجله فيها عشان يحس بالجلوتس اكتر. ما تاخدوش المعلومه من اي حد وتروحوا تعملوها على طول وتقولوا ده قال كده، لا، لازم انتوا تجربوا مره واتنين لغايه ما تقدروا تحسوا. انا دايما حتى للناس اللي بتتمرن معايا بقعد اقول لها مثلا اعملي كذا، ها حسيتيها ولا لا؟ فتقولي لا، اقول لها خلاص جربي انتي شوفي، لان كل واحد فينا الاناتومي بتاعه مختلف عن التاني، فكل واحد فينا لازم يجرب لغايه ما يكون حاسس التمرينه هو زي ما المفروض يحسها. مش لازم اخد الكلام مظبوط، في قواعد بمشي عليها، بس في حاجات كمان لازم اشوف انا جسمي حاسس ايه واسمع لجسمي على قد ما اقدر. في حاجة هنا دايما بحب اعملها في الهيب ثراست بتاعتي، اني دايما بتأكد ان العدة الاخيرة اثبت فيها اكتر وقت ممكن فوق، ممكن 10 ثواني، ممكن 20 ثانية، لان ده كمان نوع من انواع البروجريسيف اوفرلود، ان انا بزود التايم اندر تنشن، او ان انا بضغط على العضلة لاطول فترة ممكنة او اطول فترة اقدر استحمل فيها الضغط ده. تمام، فاتأكدوا دايما ان انتوا تعملوها. انا بحب اعملها يا اما في كل المجموعات بتاعتي في اخر عدة، او حتى خالص اخر مجموعة في اخر عدة اثبت فوق اطول فترة ممكنة اقدر عليها. كده انا خلصت خلاص الهيب ثراست، وهنقل على التمرينة اللي بعد كده هي الرومانيان ديد ليفت. هلبس الستراب بتاعي عشان الوزن لما يكون عالي مش بقدر اشيل الوزن بايدي عادي. تمام، ده بيساعدني يعني ان انا اشيل وزن اكتر وكده. تمام، اهم حاجه انا عايزانا بقى نركز فيها في التمرينه بتاعه الرومانيان ديد ليفت دي، ان احنا نبقى مفكرين ان التمرينه مش بس ان انا انزل واطلع بضهري، قد ما انا عايزه الحركه كلها تكون جايه من مفصل الحوض. تمام، لان هي حركه هيب هنج، هودي الحوض بتاعي لورا، ازق لورا واتني الركب بتاعتي حاجه بسيطه خالص، واطلع لقدام تاني بالحوض. تمام، الظهر بتاعي مش هو اللي بينزل وبيطلع، لان ساعات لما الناس تتخيل ان الظهر هو اللي بينزل وبيطلع، ظهره ما بيكونش مفروض والظهر هو اللي بيقوم بالتمرينه كلها. انا عايزاكم تتخيلوا تاني ان الحركه جايه من مفصل الحوض، بزق المفصل الحوض لورا والقدام، فبالتالي بقدر اعمل الرومانيان ديد ليفت عشان اركز على عضلات الجلوتس وعضلات الهامسترنج او عضلات الرجل الخلفيه. انا مش عارفه ليه بس حاسه ان الوزن تقيل، مع ان انا اوريدي بعرف اشيل اكتر من كده، بس يمكن عشان طاقتي مش احسن حاجه. هو دول المفروض 70 اوكي 70 كيلو، فانا اوريدي بشيل اكتر من كده في الرومانيان ديد ليفت، بس اوكي هسمع على جسمي عادي وهكمل على الوزن ده. اوريدي عملت 8 عدات. يس، دي كانت المجموعة الأخيرة. قررت ان انا عايزة ازود الوزن فيها شوية، فزودت الوزن كمان 10 كيلو، يعني التوتال بقى 80، وعملت فيها 8 عدات. انا في ال80 كيلو دول بقدر اشيل اكتر من كده، بس معرفش المرة دي ما قدرتش اعمل غير 8 عدات، فقلت اوكي مش هحاول اضغط على نفسي اكتر من كده. تمام، في حاجة بس عايزة اقولها، يا ريت ما نسمعش للوزن، ما تهمكوش خالص الاوزان بتاعت اي حد، شيلوا الوزن اللي انتوا تقدروا تشيلوه، او الوزن اللي تكونوا حاطين فيه كل الافورت بتاعكم. يعني ممكن ال80 يبقى الحد قليل قوي، ممكن ال80 يبقى الحد كتير قوي، فمش مهم خالص الاوزان بتاعت اي حد انتوا بتشوفوه. ما قدرتش، اوكي بجد ما قدرتش. 8 عدات، شكرا. اوكي هحاول ما اضغطش على نفسي عادي. اوكي، فكرة ان الوزن اللي انا اوريدي كنت بجيب بيه اكتر من 8 عدات، بس يعني تمام، لازم نحترم جسمنا والسايكل بتاعتنا. اوكي
التمرينة التالتة اللي بعد كده هي الدمبل سكوات. هشتغلها على طريقة الدروب ست. الدروب ست معناها ان انا هبتدي بالوزن عالي، تمام، واعمل بيه عدات، وبعد كده على طول من غير بريك اقلل الوزن وادخل في العدات اللي بعد كده. فانا هنا هشيل الوزن 30، ده اقصى وزن عندي في الجيم، تمام، فهعمل بيه مثلا 10 عدات وعلى طول من غير بريك اسيب الوزن واعمل مثلا 10 عدات كمان بالوزن الاقل منه اللي هيكون هنا 20 كيلو. والدروب ست هنا برضو نوع من انواع البروجريسيف اوفرلود، ان انا بضغط على العضلات بتاعتي اكتر، لانه انا الى حد ما خلاص اتعودت على الدمبل 30 دي، فلو عملت بيها عدات مثلا 12 15 انا حاسه ان انا مش ده بيأثر فيها كفايه، فعشان كده اشتغلت بالطريقه بتاعه الدروب ست. المرحلة الأخيرة من الباك سكوات، شو رح نعمل فيها أو هنعمل إيه فيها؟ أول حاجة، تمام، هنحاول نشتغل بتكنيك أبطأ أبطأ أبطأ، تمام. تاني حاجة الوزن العالي اللي هو 30 هنعمل فيه عدات أكتر. أوريدي كنا بنعمل 10، هنعمل أكتر من 10 عدات. تالت حاجة هنحاول نوصل للفشل العضلي، تمام. عايزين المجموعة الأخيرة تكون مميتة. احنا أوريدي هنعمله 3 مجموعات، فالمجموعة الأخيرة تكون مميتة. أوكي، يلا بينا نبتدي. أوكي. مت بجد مت. عملت دي 11 اعتقد، دي 8، رجلي ماتت بس تحفة. اوكي، هعمل ايه دلوقتي او المفروض هعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا عندي بلجاريان سكوات، بس انا طاقتي بجد خلصانه، مش هقدر خالص ان انا اعمل بلجاريان سكوات، وحاسه ان كده كفايه كومباوند موفمنت، تمام. فهعمل حاجتين بدل البلجاريان سكوات، هعمل ليج كيرل، بس مش هقدر خالص اصور الليج كيرل لانها مش افضل حاجه يعني مع الحجاب وكده، بس هحط لكم الصوره بتاعتها هنا لو عايزين تشوفوها، تمام. انا بعملها بالدمبل، وهعمل كمان الجلوت ميدياس كيك باك بس. فالكاميرا عايزه تتشحن فهسيبها تتشحن شويه على ما اروح اعمل الليج كيرل، تمام، وبعدين ارجع لكم بالجلوت ميدياس كيك باك وكده تحفه. التمرينة الأخيرة هي الجلوت ميدياس كيك باك. التمرينة دي من التمرينات الأكسسوري اللي بمعنى أصح بتشغل عضلة صغيرة، تمام. الفكرة بس في التمرينة دي أو الاختلاف ما بينها وما بين الدونكي كيك العادي أو الكيبل كيك العادي، إن أنا وأنا بعمل كيك لورا مش بعمل كيك ستريت لورا أو مش بفرد رجلي لورا بزق لورا تماما، أنا بفتح رجلي بالجنب شوية بحوالي زاوية مثلا 30-45 عشان أقدر أتارجت أكتر عضلات الجلوت ميدياس، تمام.
تخيلوا تاني ان انا وانا بعمل كيك لورا، اوكي، مش بعمل، ركزوا هنا هتلاقوني ان انا مش بعمل لورا تماما، لا انا بفتح بالجنب شويه زي ما قلت لكم عشان اقدر اتارجت عضلات الجلوت ميدياس اكتر، فبالتالي اقدر اشغل الابر شيلف بتاع الجلوتس اكتر، او اقدر اركز عليه بشكل احسن. دن، خلصت اوريدي، خلصت وخلصت. حاسه 5 تمارين كانوا ولا اروع، مش محتاجه حاجه تانية اكتر من كده. كالعاده دايما باكد على الحوار ده، مش محتاجين تمارين كتير، ساعات اصلا بعمل كمان 4 تمارين بس تحفه. اخر حاجه عايزه اقولها انه دايما اسمعوا لجسمكم. انا فعلا صحيح حاسه انا تعبانه ومش قادره، فمرضتش اضغط على نفسي اكتر من كده، وحاسه انها تحفه. اوكي، استنوا فيديوز تانية كتير اشارككم فيها التمرين عشان انا حبيت الجيرني دي. اوكي، هوريكم بقى التمرين ابس اند داون. مش دايما لازم نكون مبسوطين واحنا بنتمرن، مش دايما ندي اعلى كفاءه عندنا، مش دايما اي حاجه، المهم ان احنا يبقى عندنا استمراريه ونقوم نتمرن وخلاص. وافتكروا دايما تمرينه صغيره احسن من مفيش. اوكي، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي. هروح اكل بقى عشان جعانه مش قادره. باي.